فهذا الدعاء يا أحباب الكرام علمه النبي عليه الصلاة والسلام أمنا عائشة، فمن باب أولى نحن ألا نفتر عنه. يا أحباب رددوه، لا تفتروا عن هذا الدعاء. ولذلك أنا أنصح الجميع أحباب رجال ونساء لا تكتفوا بدعاء الإمام، لا تكتفوا بدعاء الإمام في الصلاة في القنوت. والله وبالله وتالله ما حد داري بوجعك إلا أنت. أنت داري بوجعك أنت، الإمام ما هوش داري بوجعك ولا هو داري بهمك ولا بغمك ولا شيء. الإمام هو يدعو للجميع، لكن أنت ستدعو لنفسك ولمن تحب. أنت داري بالألم الذي فيه، بالوجع الذي فيه، بما تحتاج، بما تريد، بما تؤمل، بما تطلب. أنت ادعو لنفسك أنت يا أخي. إيش المانع أنك تجلس في زوة من زوايا المسجد ولا في بيتك ولا في غرفتك وإلا حتى في السيارة هكذا وتدعو بهذا الدعاء؟ إيش المانع؟ ما هو المانع؟ إنما هو الهوى والنفس والشيطان والدنيا هذا شغلنا حتى عن هذه الكلمات البسيطة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. والله إذا دعوت هذا الدعاء بقلب خالص ما أظن الله سبحانه وتعالى سيتقبل أن يعفو عنك. وتخيل أن الله يعفو عنك، تخيل أن الله يعفو عنك. خلاص، أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.